ازيك يا شباب؟ عاملين ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا كويسين. انا احمد سامح وخلينا نخش في الموضوع على طول. في الوقت الاخير ابتدت ان الساعات السمارت تتطور بشكل كبير جدا، ونتيجه ان ابل نزلت ابل ووتش الترا اتجهت كل الشركات الصينيه عشان خاطر تنافس في الحته دي، الحته الجديده خالص اللي ما فيهاش منافسين. فكله ابتدى يطلع اللي عنده وكله بيعلي على كله. ومعايا النهارده ساعه خطيره. اكتر حاجه تتميز فيها ان السوفت وير بتاعها جامد جدا وسلس، تحس ان هو لايف كده، وفي نفس الوقت التصميم بتاعها 100% مشابه للالترا الاصليه اللي ب 30,000 جنيه، اللي احنا مش هنجيبها طبعا، ولكن احنا بنجيب الحاجات الحنينه اللي سعرها كويس. الساعه اللي معايا النهارده هي الاكس 8 الترا، ولكن مش اي اكس 8، هي الاكس 8 الترا بلس. دي احدث اصدار من الساعات الذكيه اللي في فئه الترا. ولو عايزين انتوا تشتروا الساعه الجامده دي هتلاقوها عند 3 ام ستورز، لكم اللينك تحت في الديسكربشن. برومو كود احمد سامح ريفيوز، طبعا مش ناسيكوا، عليها خصم على دي او اي ساعه عندهم تاني او اي اكسسوارز تاني. المميز جدا زي ما قلت لكم ان التصميم بتاعها من ورا زي الاوريجينال بالظبط، من حيث المسامير اللي موجوده بشكل تحفه زي الاوريجينال، اللي هو يا جدعان انتوا مصممينها تصميم رائع. وفي نفس الوقت الاستراب لوك، يعني اللوك بتاع الاستراب لما بتحطه في اي ساعه تانية لما بتشيله كده يمين او شمال بيبتدي ان هو يتحرك معاك. لا، دي فيها لوك بحيث ان انت زي الاوريجينال، بحيث ان انت لما تدوس عليه يبتدي يتحرك، ما تدوسش عليه يبقى ثابت في مكانه. طبعا بيقبل كل الاسترابات بمقاس 44 مللي، واي كفر واي سكرين بروتكتور زي بتاعت الاوريجينال. المهم عشان ما اطولش عليكم خليني اجيب لكم اللي ورا دي. ايوه هي دي الاكس 8 بلس الترا من دبليو اند او، بالابلكيشن بتاعها الوير فيت برو. خلينا بدون مقدمات كتير كده نقسم الريفيو الى اجزاء، ونبدا باول حاجه الا وهي الانبوكسنج. الاكس 8 بلس ولكن الالترا من شركه دبليو اند او، الابلكيشن بتاعها وير فيت برو، من افضل الابلكيشنز اللي موجوده في عالم الساعات الذكيه. بنفس التصميم، بنفس تصميم العلبه، ولكن اللون غريب شويه على التصميم الاوريجينال، ولكن هو نفس الحجم بنفس كل حاجه. زي ما انتم شايفين كده سبيس الومنيوم كيس، اللون بتاعها اورنج، 49 مللي 4.9، وحتى البوكس بتاعها حلو قوي. سبيس الومنيوم كيس. This product is not medical device، بيقول لك ان انت ما تعتمدش على الهارت ريت سنسور والكلام ده كميديكال ديفايس. تعالوا نفتح البتاع ده ونشوف ايه اللي موجود داخل العلبة. اكس 8 الترا بلس دي احدث اصدار من الاكس 8 الترا في مجال السمارت ووتشز. عندك كتالوج حلو جدا، كل الزراير شغالة، حتى كاتب لك هنا الزراير بتعمل ايه، وكل زرار مختلف عن التاني. وعندي هنا برضو كيو ار كود عشان تكونكت بالساعة. عندك ابلكيشنز حلوة قوي وكتير بالانجلش وبالصيني. هنا بيكون الضمان، هنا الكفر، هنا اللوستيك، وهنا الوايرلس تشارجر زي ما انتم شايفين. الوايرلس تشارجر هنا خامته حلوة جدا، بيشحن بشاحن 5 واط زي ما انا قايل لكم دايما. الاستراب بتاع الساعة ده بيكون مميز زي الاوريجينال بالظبط، حلو جدا ومخرم فليكسبل ومريح جدا على الايد. والساعة بتكون هنا والاستراب بيكون هنا. وبكده يكون الانبوكسنج خلص. بعد ما خلصنا الانبوكسنج خلينا نخش في التصميم والماتيريال، وان التصميم بتاعها 200% زي الاوريجينال، 200% زي الاوريجينال. خلينا نخش بالتفصيل كده وهتشوفوا فعلا جودة التصميم والتفاصيل اللي موجودة في الساعة من قدام ومن ورا، من الاستراب بكل حاجة. يلا بينا. بالنسبة للتصميم والماتيريال، التصميم بتاعها تصميم جامد جدا، 100% شبه الاوريجينال، بفلات سكرين حلوة جدا ومتميزة 4.9 انش، وكمان البيزل تعتبر صغيرة جدا، بالإضافة كمان إلى لون هنا سيلفر يعتبر من الألوان اللطيفة جدا. ودي أكتر ساعة مشابهة للأوريجينال، حتى بصوا الساعة تحسوا إن هي 3D كده، العقربين أكنهم 3D راكبين فوق بعض. بالنسبة للأخرام اللي هنا بتاعت السبيكر، هتلاقي إن هي مفتوحة فعلا مش جاست مقفولة. وهنا كمان فتحات المايك تعتبر حقيقية. هنا برضو فتحات أكتر، أعتقد مش كلهم شغالين ولكن كلهم مفتوحين، ودي حاجة مميزة جدا. بالنسبة للزراير كمان، فالزرار اللي هنا شغال بيجيب لك السبورت مود، الزرار ده بيقفل لك خالص أو بيجيب لك الأولوز أون ديسبلاي، والزرار هنا بيجيب لك الهوم، أو
بيجيب لك المنيو، وتقدر كمان ان انت تعمل كده بمنتهى السهوله، وتقدر كمان ان انت تكليك زي ما انتوا شايفين. طيب بالنسبه لظهر الساعه، فالظهر مميز جدا 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 لابعد ما يكون، اوريجينال 100%. من اول المسامير الحقيقيه اللي تقدر انت تفكها عشان خاطر تغير اي حاجه جواها، طبعا ما تعملوش كده يعني، ولكن مسامير حقيقيه مش لزق. وكمان الستراب لوك اللي موجود عشان خاطر يفتح اللوك بتاع الستراب، يعني من غير ما تدوس على اللوك ستراب ده مش هتعرف ان انت تخرج الستراب، لازم تدوس هنا وتبتدي ان انت تسحبها بكل جنتل. يقبل اي ستراب اوريجينال ال 44 مللي بمنتهى السهوله. بالنسبه كمان للماتيريال بتاعت الستراب فهي مميزه جدا، وهتحس ان هي كاتشي كده اول ما هتلبسها في ايديك. يعني عندك حتى من فوق كده لما بيكون في اشعار بتلاقي فيه زي نقطة كده حمراء زي الاوريجينال. جودة التصميم في التفاصيل حلوة جدا. خلينا نخش بقى في الشاشة بتاعتها فلات 4.9 انش زي الاوريجينال بالظبط. يا جماعة انا قلت اوريجينال كام مرة؟ ممكن تعدوا لي كده في الفيديو انا قلت اوريجينال كام مرة؟ يلا بينا. فالشاشة بتاعتها حلوة جدا، الريفريش بتاعها عالي، الالوان بتاعتها زاهية جميلة جميلة جدا. خليكوا شوفوا بالتفصيل برضو بتكون عاملة ازاي. بالنسبة للشاشة فالشاشة ألوانها ساطعة، ألوانها حلوة جدا مميزة، 4.9 إنش بدون حواف، سلسة، 60 هرتز مستريح جدا. بصوا بدون أي مشكلة، يعني تقدر إن أنت تعمل زوم عشان خاطر تفتح الأبلكيشن اللي أنت عايزه موجود في الأوريجينال بالظبط. لذيذة الصراحة، لذيذة جدا جدا جدا. نقلل البرايتنس شوية كمان عشان تكون واضحة أكتر في الكاميرا. تعالوا نشوف كمان البرايتنس كمان. بصوا على برايتنس بتكون عاملة ازاي، جامدة جدا. خليها نقللها لل 40، حلوة. فبالنسبة للشاشة فتاخد 10 من 10 مستريح جدا. فلات سكرين يعني بصوا ما بتلقش ولا بتعمل أي حاجة. أكيد 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 هتخاف عليها إن هي تخدش، فلازم هتجيب لها الأكسسوارز بتاعتها بتاعت الأوريجينال، تقدر إن أنت تركبها عليها بمنتهى السهولة. وزي ما أنتم شايفين كده فيها أولويز أون ديسبلاي بمنتهى الجمال والشياكة، نفس الأوريجينال بالظبط. يعني بالنسبة للباتري، الباتري بتاعتها حلوة جدا جدا جدا. تقدر ان انت لو مش بتستخدمها تركنها ستاند باي تقريبا اكتر من 7 ايام 10 ايام في الحدود دي. دي حاجه مميزه جدا. اما بالنسبه بقى للاستخدام العادي فممكن توصل ل 4 5 ايام مستريح جدا. وما تنسوش طبعا ان انتوا تشحنوها بشاحن يا اما باور دليفري زي انكر او لينكس، او لابتوب او شاحن قديم خالص يعتبر 5 واط، او عايز تريح دماغك توصله بباور بانك بطيء برضو قديم او يكون باور دليفري، او تستخدم كابل ذكي باور دليفري من لانكس زي ما هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن. السلك ذات نفسه هو الباور دليفري. جامد يا جدعان. طيب بالنسبه بقى للمميزات والسبيكس اللي موجوده فيها، مميزات كتيره جدا مشابهه جدا لمعظم الساعات بتاعه الالترا، ولكن الخلفيات هنا اكتر، الايكونز اكتر. الايكونز شكلها حلو قوي وحقيقي، والالوان ساطعه بشكل حلو جدا. فيها طبعا ان اف سي، وفيها اولويز اون ديسبلاي، وفيها الارم، وفيها كمان لوك للساعه. خلينا نخش برضو بالتفصيل وتشوفوه انتم بنفسكم. طيب بالنسبه للمميزات فالمميزات حدث ولا حرج. بدايه من الخلفيات اللي موجوده اللي كترت جدا عن الاصدار القديم، كل حاجه موجوده في الساعه دي فهو مميزه جدا. من اول ستاره كمان النوتيفيكيشن بار الموجود تحت، والبطاريه بتاعتها متميزه جدا على فكره. تقدر ان هي تقعد معاك 5 ايام مستريح، 4 ايام شغل، او لحد اسبوع مستريح جدا، او ممكن توصل ل 10 ايام لو انت مش مستخدمها وراكنها. في عندك شويه اوبشنز كده حلوه جدا، ان اف سي، وكل الكلام ده موجود في الابلكيشن بتاع الساعه. وهنا ان انت لما تعمل كده تنور don't disturb always on display شغلها او لا، brightness جي بي اس شغل الجي بي اس ولا لا. طبعا كل ده عن طريق الابلكيشن. لوك سكرين، وعندك اللوك، وعندك الباسورد، وعندك فاين ماي ديفايس، وعندك شويه الارم تقدر ان انت تفتح بيه، وان اف سي كارد هولدر هنشتغل عليه طبعا لما ننزل الابلكيشن. عندي كمان الاتصال بالبلوتوث عن طريق الموبايل، وشويه حاجات زي المحفظه الذكيه، وكمان التحكم في الميوزك. عندك كمان شويه حاجات تمارين رياضيه تقدر ان انت تعملها من هنا او من الزرار اللي على الجنب. وهنا بيقول لك التاريخ ونسبه الشحن فوق. طيب حلو جدا. لو ان عملنا كده هتلاقي برضو الستاره الجانبيه المتميزه جدا والمعتاده، خلاص بقينا نشوفها في ساعات كتير قوي مميزه. هنا بقى يبدا يقول لك ايه الحاجات اللي موجوده هنا، العداد الخطوات والكاريز وكل الكلام ده. وعندك بقى شويه كومبوننتس كده حلوه جدا، الويزر والهارت ريت هنقيسه برضو وهنختبره ونقارنه بالساعات بتاعتنا. عندي ميوزك، عندي الاس بي او 2 نسبة الاكسجين في الدم، وعندي رسم القلب، وكمان يقدر يقيس الضغط.
وطبعا انا مش مقتنع بحوار الضغط ده خالص. تقدر تدوس هنا عشان خاطر تشيل الكومبوننتس وتقاد كومبوننتس تانية من عن طريق هنا. تعالوا نشوف بقية الكومبوننتس. عندي النوم والكيو ار كود بتاعت الوولت والبريشر زي ما شفنا. بالنسبة بقى للقوائم هندوس دبل كليك عشان خاطر تشوف اكتر حاجة مناسبة ليك. دوس دبل كليك وانت بره عشان تخش على سيري. هنا دبل كليك عشان تغير القوائم دي بطريقة لطيفة. خلينا دي عشان خاطر نعرف نتحكم فيها ونشوف من فوق ومن تحت هتكون عاملة ازاي. بداية من السليب مونيتور اللي عندك والداتا اللي هي الكالوريز والخطوات وكل الكلام ده بتكون مميزة جدا وبشكل حلو قوي. عندك كمان الالتيتيود الباروميتر عشان خاطر تقيس الضغط او الارتفاع عن سطح الارض. الهارت ريت والاوت دور سبورتس والاندور اكتيفيتيز. عندك اكتيفيتيز سواء جوه او بره، والهارت ريت اكيد بتاع الدم برضو اللي انا مش مقتنع بيه. عندي ستوب ووتش عاديه خالص. عندي اب ستور تقدر انت تنزل الحاجات دي عن طريق الابلكيشن. بادي تمبريتشر طبعا مع السلامه. والميترولوجيكال ده بتاع اليو في والجو بيكون عامل ازاي، متابعه حاله الطقس. تقدر كمان ان انت تفتح من فوق كده عشان تشوف ايه النوتيفيكيشنز اللي عندك. هتقدر ان انت تتحكم في الميوزك وكمان السيتنجز بتاعتك. ريز يور هاند، البيد سايد كلوك ان انت تقدر تشوف ايه الساعه بتاعتك، والاولويز اون ديسبلاي وتشوف السكرين اوف تقفل بعد قد ايه، او لو انت مش عايزها تقفل خالص. السكرين اوف تايم نفس الكلام. اللانجوج سيتنج اهم حاجه ان احنا نتاكد ان العربي موجود وشغال بشكل كويس جاري التحميل بدون اي لخبطه، ودي حاجه مميزه جدا وحلوه. اعدادات اللغه، ضبط الوقت والسطوع، اعدادات الاتصال، وكل الحاجات دي موجوده بشكل اعتيادي خالص، موجود في كل الساعات. الحاجات اللذيذه جدا ان هنا بص جايب لك كل الاوبشنز وكل حاجه. يعني في بعض الساعات بيجيب لك الاوبشنز دي كلها او السيتنجز دي كلها موجوده في الابلكيشن، بس لا ده هنا في الابلكيشن وموجود كمان هنا في الساعه. وضع توفير الطاقه خلينا نعمل كده. فطبعا الاولويز اون ديسبلاي هيقفل وكل حاجه هتقفل. عندي كلمه سر واللوك زي ما انتم شايفين. عندي سيري تقدر ان انت تشغلها من بره او من هنا بمنتهى الجمال. وكالكليتر آلة حاسبة والفون عشان خاطر لما توصل بالموبايل. السليب مونيتور والداتا وكل الكلام ده. يبقى احنا كده خلصنا الابلكيشنز اللي موجوده والسوفت وير. فيها مميزات حلوه جدا وضد الميه طبعا باي بي 68 بمنتهى السهوله بتكون كويسه جدا، ولكن 13 بس ما انصحش حد ان هو ينزل بيها شارع او حتى يغسل بيها ايديه. يعني ما تاخدوش الريسك. حتى الاوريجينال بيقول لك الضمان لا يشمل المياه. وطبعا كل الاوبشنز دي هتكون فيها ال NFC زي ما قلت لكم. هنا تقدر ان انت تدفع بيها بمنتهى السهوله عن طريق المحفظه الذكيه. واخر بقى جزء الا وهو الابلكيشن الوير فيت برو. ابلكيشن اوريجينال زي بتاع الاتش دبليو او هو بتاع الاتش دبليو. ساعات ممتازه جدا، ساعات صينيه متميزه. فخلينا نخش ونشوف بيتسطب ازاي وايه الحاجات اللي فيه، وكمان نقارن ما بين القرايات بتاعت الساعه دي والساعات الاوريجينال او حتى الموبايل الاوريجينال. يلا بينا وتعالوا بقى نخش نشوف الابلكيشن بيكون عامل ازاي وبتوصل بالساعه ازاي، في نفس الوقت نقيس دقات القلب ونقارنه بالساعه اللطيفه دي. دلوقتي احنا نزلنا الابلكيشن من الكيو ار كود. وير فيت برو من الابلكيشنز المحترمه جدا في مجال السمارت ووتشز. وزي ما انتم شايفين كده عايزين ان احنا نكونكت هذا العملاق بهذا الموبايل. خلينا نخش على المعدات HW7 Max. خلينا بقى نشوف نقدر نكونكت بايه. ممكن نعمل لها ديليت عشان خاطر نعرف نخش في اللي بعده. من الحاجات اللطيفه دي جدا ان انا لما اخش على السيتنجز بلاقيها ان هي واقفه عند اخر حاجه انا وقفت عندها. مميزه جدا الصراحه. نكونكت بالكيو ار كود. الالكترون ناجح. تم الالكترون بمنتهى الجمال والحلاوه. موافق طبعا، موافق على كل حاجه. سماح سماح سماح. تمام. مش لازم ان احنا نعمل كل حاجه دلوقتي، ولكن تعالوا نشوف الابلكيشن بيكون عامل ازاي. طبعا واتش فيسز كتيره جدا، معظمهم ببلاش. تقدر ان انت تحط اي صوره انت عايزها، تتحكم في الستايل بتاع الساعه بيكون عامل ازاي. وزي ما انتم شايفين كده ملايين من الواتش فيسز. يا رب بس انت تعرف تخلصها. عندك بقى شويه حاجات كده تقدر ان انت تتحكم فيها او تقدر ان انت تشوفها. كل الكلام ده انا نسبه السكر في الدم يا جدعان حرام عليكم. ضغط الدم برضو لا. درجه الحراره، صوت الانفعال تمام، اعياء ماشي، معدل التنفس تمام، دورة الحيض تمام برضو. كل الحاجات دي تقدر ان انت تظبطها
ما عدا بعض الحاجات انت اكيد لوجيكلي مش هتعرف ان انت تصدقها حتى، ولكن مميزة الصراحة، وفيها حاجات كتير قوي، وكمان ابلكيشنز عشان خاطر تظبط السبورت بتاعك والاداء الرياضي بتاعك. تعالوا نقارن بقى ما بين الساعة والموبايل بتاعنا. في الهارت ريت، التدرعات اللي فيها دي بتدي ماسكة احسن للايد. بصوا اللمبة الحمراء اللي فوق دي شيك قوي، تعمل كده هتلاقي فيه ابلكيشن فعلا تم تسجيل. بصوا المسج كاملة، حاجة مميزة جدا وحلوة يعني. طيب خلينا بقى نشوف الهارت ريت. يلا يا باشا، بصوا الاستراب عامل ازاي، حلو جدا وشيك. تعالوا نشوف هنا، احنا قلبنا الكادر ولكن احنا لسه زي ما احنا. يا رب 85 81 84، حلو جدا حلو جدا بجد. 86 هنا، 86 85 84 85، حلو جدا حلو جدا ان هو بيلعب في نفس الرينج. تقدر ان انت ما تقدرش ان انت تعتمد عليها كجهاز طبي، ولكن تقدر ان انت تعتمد عليها كرينج. وبكده نكون خلصنا الريفيو. يا رب تكونوا انبسطتوا، يا رب تكونوا استفدتوا. متنسوش ان انتوا لو عايزين تشتروها هتلاقوها عند 3M ستورز بخصم كويس جدا لو قلت لهم البرومو كود احمد سامح ريفيوز. وعندهم تشكيله حلوه جدا من الاسترابات وكمان الاكسسوارز بتاعتهم. خلينا بقى نعمل ريكاب سريع كده عن المميزات والعيوب اللي موجوده فيها. بالنسبه للتصميم بتاعها، فالتصميم ياخد 200 من 100 بجد، مستريح جدا بسبب المسامير اللي موجوده فيها والاستراب لوك. واللي من قدام الشاشه بتاعتها حلوه جدا 4.9 انش، وكمان الريفرش بتاعها عالي جدا، الريفرش ريت بتاعها عالي جدا، والالوان بتاعتها طبيعيه. بالنسبه للبطاريه كمان بتوصل لحد 4-5 ايام عمل، ودي حاجه كويسه جدا. ففيها لوك سكرين، فيها اولويز اون ديسبلاي، فيها الارم، فيها كالكوليتر، فيها كالندر، فيها ويزر، فيها حاجات كتيره جدا، فيها هارت ريت مونيتور مقارب جدا للحقيقه وبيديك انديكيشن حلو، وفيها كيو ار كود كمان لو انت بيزنس مان وعايز السوشيال اكونتس كلها تكون بكيو ار كود واحد. وبالنسبه للابلكيشن بتاعها وير فيت برو، الوير فيت برو يا جماعه حلو جدا، الابلكيشن سهل وسلس، في كل الحاجات اللي انت محتاجها وفي خلفيات كتيره جدا. بالنسبه لسعرها كمان فهي تعتبر من افضل الساعات الالترا اللي موجوده في السوق حاليا. فما تنسوش البرومو كود احمد سامح ريفيوز، لكم اللينك في الشراء من تحت في الديسكربشن. ان شاء الله اشوفكم الريفيو الجاي. سلام.